قاعد في قاع المحيط مستني الفريسه يضربها بسرعه البرق، يمد الفكين ويشفطها. الباسيفيك انجل شارك، القرش الملائكي في المحيط الهادي. قرش وملائكي doesn't make sense بصراحه. طب اسمع القصه. الانجل شارك او القرش الملائكي بينتمي لفصيله سكواتينا، ودي مجموعه كده بيقولوا عليها شياطين الرمال بسبب اسلوب صيدها الخفي. تحسه سمكه ري في نفسه، جسمه مسطح، زعانف صدريه عريضه، موجود على طول شرق المحيط الهادي، مأنتخ في القاع، مش بيحب الحركه قوي. طوله 1.5 متر تقريبا، وجلده المنقوش اللي واخد لون الرمله بيساعده على التخفي. عنده شنبات حسيه يقدر يجس الفريسه، تقرب منه على طول يضرب وبالفكين يسحبها. بيتولدوا صغننين كده 25 سم، 10 تقريبا، ومولود جاهز يدافع عن نفسه في العالم الازرق. بالرغم من سنانه الحاده الا انه ما بيشكلش خطر علينا الا لو تم استفزازه. هو قاعد في القاع بيوصل ل 180 متر تقريبا من غير وجع دماغ. انا مش عايز قلق هنا. الانسان بقى يسكت؟ لا، ازاي؟ صيد مفرط ما اقولكش، عشان لحومها الغاليه، واتصنفت ان هي مهدده بالانقراض. الانجل شارك في المحيط الهادي بشكله المختلف وتكتيكات صيده واستراتيجياته حاجه روعه الصراحه. هدوء واسترخاء في قاع المحيط وسط الرمله. نتمنى ان احنا نقدر نساعد في الحفاظ عليه وعلى صحه وتنوع محيطاتنا. بعد ما شفته في الفيديو تفتكر ان هو قرش ملائكي ولا تبع شياطين الرمله؟